السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ طمنوني عليكم، صلوا على النبي قبل ما نبدأ. اليوم حاب أتكلم عن أسباب ليش ريال مدريد مش قادر ينافس برشلونة في هذا الموسم. تمام يا شباب، بس قبل لا نبدأ لايك شير سبسكرايب يا شباب، نبغي دعمكم، الدعم بسيط، بس سووا لايك، قصوا دقمة واحدة. الله يخليكم يعني، والله يحفظكم ورمضان كريم. ويلا على الفيديو. على العموم، أوكي يا شباب، لاحظوا معاي الحين في هذا الموسم فرق 12 نقطة، والجولة اللي هي تقريبا 26. تمام يا شباب. في نفس هاي الجولة السنة اللي طافت ريال مدريد محقق نفس النقاط، يعني 56 نقطة تقريبا. خلنا نراويكم. وكان نفس الشيء، يعني الفارق كان 15 بيننا وبين برشلونة. لكن شو اللي حصل؟ أنا بقول لكم باختصار شو اللي حصل. برشلونة هم اللي تطوروا، ريال مدريد نفس ما هو، ما تغير، نفس الموسم اللي طاف، بس لأنه كانوا الفرقة الثانية سيئين. مع احترامي أنا مدريدي، لكن كانوا سيئين، وهالشيء عادي يعني، مو بعيب يعني إن نحن جبنا الدوري. لكن ريال مدريد ما طور من نفسه، ما طور من نفسه، مو أبدا. يعني شوفوا الحين أنا براويكم اللي هو سنة 22. تمام، شوفوا كيف، يعني تقريبا نفس الشيء، بس استوى العكس، أن برشلونة هالمرة متصدر. عرفتوا علي كيف؟ فبرشلونة زاد، جابوا لعيبة يعني كبار مثل لواندوسكي وكريستنسن وهذيل، وعندهم يعني عمق في التشكيلة. أما ريال مدريد ما عندهم أي عمق. ريال مدريد نفس ما هو من الموسم اللي طاف لين الحين، نفس ما هو، ما تغير شيء يا شباب. صدقوني ما تغير أي شيء، يعني لو تلاحظون وياي النتائج نفس ما هي، كل شيء نفس ما هو. يعني حتى عادي لين آخر الموسم نكون موصلين يمكن 80 نقطة، أقل بست نقاط. عرفتوا كيف علي؟ فهذا هو اللي أنا كنت حابب أتكلم عنه. أما برشلونة جابوا عمق، عندهم كوندي، كريستنسن، ماركو ألونسو، ويابوا لواندوسكي ورافينها، وبعد منو عندهم يعني كثير، يابوا لاعبين كثير، يمكن فوق الثمان لاعبين. ونحن شو يبنا؟ يابوا بابلو توريس بعد لاعب صغير. نحن يبنا تشاوميني وروديجر فقط لا أكثر. فصدقوني يعني لو تشوفون كل شيء نفس ما هو، بس استوى العكس، ان برشلونة هو اللي متصدر. وبرشلونة عاد يعني كمستوى، ما في مستوى، لكن يعرف يفوز، يعني يعرفون كيف يفوزوا، 1-0 1-0، لكن الفوز فوز. عرفتوا علي؟ فانتوا اكتبوا في الكومنت، الكلاسيكو القادم ان شاء الله، هل مدريد قادر يفوز عليهم ولا لا؟ يعني انا صراحة اتمنى الفوز، خلاص تعبنا، نبغي الكاس، نبغي نفوز في الكاس على الاقل. انتوا شاركونا في الكومنتس. تمام يا شباب، صلوا على النبي ولا تنسون الصلاة. صلاة مهمة في رمضان يا شباب، واذكروا الله دوم، ولا تنسونا بالدعم بخير. سلام.